بيبدأ فيلمنا النهاردة بروبوت ضايع في غابة، وبيصحى بيلاقي مجموعة من الحيوانات بتصحيه وبيشغلوه يقوم صاحي ويقول لهم أنا اسمي روز وجاي هنا علشان أساعدكم وأنا في خدمتكم. وهوب بتيجي موجة وبتغرق فيها روز، وبتيجي موجة تانية عالية وتحاول روز انها تطلع بس ما تعرفش، فبتلاقي السلطعون بيطلع بجنب كده فتقلده وطلعت لحد ما وصلت فوق، وتشيل السلطعون من على الأرض وتسأله إن كان محتاج أي مساعدة، وبيجي طائر يصطاده وياكله. وبتفضل روز تتمشى في الغابة، وكل ما تلاقي حيوان تسأله إذا كان عايز مساعدة أو يكلفها بأي مهام، وبتكون الحيوانات خايفة منها وخايفين يقربوا لها. وتلاقي فراشة ويجي طائر ياكلها، فيجي نمر ياكله، بينط عليها ثعلب فتقوم مضاربة وهي مش فاهمة أي حاجة، فتقرر إنها تشغل نظام تعلم التعامل مع الحيوانات، وبتقعد لفترة لحد ما تتعلم لغة كل الحيوانات وتقدر تتعامل معاهم. وقتها تقوم وتشتغل وتتكلم مع الحيوانات كلها ان هي موجودة علشان تساعدهم وانهم ما يخافوش منها، ولكن بيقولوا عليها انها وحش وبيجروا ويخافوا منها. وبتلاقي نفسها وحيدة في الغابة، وتقرر انها تشغل جهاز ارسال نظام المساعدة اللي متوصل بالمصنع اللي صنعها علشان يلاقوها ويجي ياخدوها. وبيجي برق ويضرب فيها وتتكهرب ويدمر لها جهاز الارسال، فبتقع وتلاقي الحيوانات مفككينها قطع قطع، فبتحاول ايديها الآلية وتقدر تجمع نفسها. بعدها تحاول ان هي تهرب وتخش في مخبأ، لكن بيطلع بيت الدب، ولما يشوفها يجري وراها وتحاول روز تهرب منه، لكن بتقع على عش وزة، فتموت الوزة وتلاقي بيضة في العش، ولما تفحصها تعرف ان جواها كائن حي. فيجي ثعلب يخطف البيضة ويهرب، وتجري وراها روز لحد ما تمسكه وتاخد منه البيضة وتحطها جواها، لكن الثعلب المكار بياخدها من الناحية التانية ويهرب، فتجري وراه روز ويقابله سنجاب واللي بيخاف من الثعلب فيضربه بالشوك، وتمسك روز الثعلب وبتساعده تطلع منه الشوك وتاخد منه البيضة، فتقفز البيضة وتطلع منه كتكوت صغير. بيفكر روز أمه فبتسيبه روز لأنها كده بتكون تمت المهمة، وجه الوقت انها ترجع للمصنع، فيفضل الكتكوت ماشي وراها لحد ما شغلت الاشارة، فيقوم الكتكوت كسرها لها، فتمشي روز فبتلاقي فارة شايلة عيالها، فتاخد الكتكوت وتحطها عليه، فبتشوفها الفارة وتعمل نفسها ميتة هي وعيالها، فيسيبهم الكتكوت ويروح عند ام روز. فالفارة بتسأل روز انها امه، فروز بتقول لها لا. وبالمناسبة الفارة اسمها بينج، فبتقول بينج لروز ان الطيور اول حد بيشوفوه بيفكروه امه، عشان كده ان الكتكوت فكرتك امه ودي مهمتك الأولى. فروز عشان بتتلقى مهمة جديدة لأنها متبرمجة على كده، فالفارة بتقول لها من حسن حظك إن انت معاكي طفل، إنما معايا 7 عيال. فبتقول لها روز إن إزاي أعرف أربيه، فبتقول لها بنك علمي ياكل ويعوم ويطير، لان الطيور في الشتاء بتهاجر الغابة، فهو لو فضل لوحده هيموت. فتروح روز تعلم الكتكوت ازاي يعوم فيغرق، فيجي الثعلب يقول لها انا بعرف ازاي انك تعلميه. بتسأله روز انت بتعرف ايه عنهم، فيقول لها على اكله، فياخدها ويروح في كل مكان ويضحك عليه لانه مكار وياكل هو، فيكون الكتكوت جعان ومش عارف ياكل الاكل اللي هو بياكله الثعلب. فبتقول له روز ان المهمة كده هتفشل، وعشان هو مكار وبيضحك عليها طلع من الارض دود والكتكوت اكل منه، وعارف اصلا اكل الكتكوت من الاول بس بيضحك عليه. فتروح روز وتعرف ان اول مهمة تمت بنجاح، ولسه لازم يتعلم العوم والطيران. فيحدفوا الثعلب في المية فيغرق، فيقول لها الثعلب ان الكتكوت مولود اصغر من حجمه الطبيعي، وان ده هيخليه حتى لما يكبر مش هيعرف يتعايش ولا حتى يعرف يطير. فيقوم واكله الثعلب المكار، فبتطلع روز من بقه، فبيقول لها انت لو مش عايزة ياكله لازم تبني له مكان يعيش فيه. فبتسمع روز كلامه وبتبدأ تجمع الخشب عشان تبني، فبتلاقي السنجاب فبيتريق عليه الثعلب ويقول لها ان هو كل شهر او شهرين 3 يوقع شجر كبير. فبتبدأ روز انها تبني وتحط الخشب على بعض، فيطلب منها الكتكوت انه يساعدها، فبترفض روز. فلما بتلاقيه زعلان فبتاخده وتخليه يساعد معاهم لحد ما بنوا بيت كبير وقعدت فيه هي والكتكوت والثعلب. وبعدين قعدت تفكر روز ان تسمي الكتكوت الصغير، فاختارت له اسم برايت بيل. فبتسأل روز الثعلب ان الكتكوت بينام ازاي، بيقول لها احكي له حدوته وهو ينام. تحكي له روز لحد ما بطاريتها تضعف، فتقرر انها تفصل علشان تنام شويه، فينام برايت بيل ويروح الثعلب وهو كمان نايم في حضنه. ونشوف روز وهي كل فتره بترسم برايت بيل لحد ما كبر وبقى وزه كبيره. فيروح برايت بيل يتعرف على ارنب، بس بيكون طريقته في التعامل زي امه روز الروبوت، فيخاف الارنب ويهرب منه. وتيجي روز وتحاول انها تعلمه العوم، فبتلاقي الفاره بينك قاعده مستنياها هي وعيالها اللي جايين علشان يشوفوه، فبتفضل روز قلقانه عليه وبتبعت ايديها
الآلي تحت المية علشان تراقبه وهو بيعوم. وهنا برايت بيل بيلاقي مجموعة من الوز بيفكرهم أهله، فيفرح ويروح يكلمهم، بس هما بيتريقوا عليه علشان اللي مربيه وحش. فيوريهم برايت بيل ان هو بيعرف يعوم بس بيغرق، فيفضلوا يضحكوا عليه لدرجة انهم عايزين يغرقوه. فيستنجد بروز وتجري روز في المية علشان تساعد، وفجأة بيظهر سمكة كبيرة بيسحب برايت بيل. فبتجري روز ولكن رجلها بتتحشر بين الصخور في المية وما بتعرفش تتحرك، فبتحاول انها بتنقذه بايديها الآلي اللي كانت ماشية وراه بيتراقبوا بيه. وبيجي الوز اللي كانوا بيتريقوا عليه ويقولوا ان روز هي اللي قتلت مامتك، فيهجم الثعلب على الوز. فتلحقه روز وبتحاول روز تشرح لبرايت بيل اللي حصل، ولكن بيكون زعلان ويمشي. فبتمشي روز هي كمان، لكن رجليها بتكون مكسورة. ولما بيقعدوا بتحاول روز تحكي لبرايت بيل اللي حصل وانه كان حادث وانه ما كانش قصدها، والثعلب كمان بيقول له مش هي السبب. فبيقول لها برايت بيل ان امه لو كانت موجودة دلوقتي كانت علمته العوم والطيران. تاني يوم روز بتلاقي كتاب واجزاء من روبوتات متفككة في المية، فبتحط الشريحة في راس الروبوت فيشتغل، وبتحاول منه انها تجمع معلومات عن اهلها، وبتقول انها حاسة انها عايزة ترجع. ومن هنا حس الروبوت انها تخطط حدود برمجتها وبقت اقرب لانسان عادي. فيديلها الروبوت جهاز الاشارة بتاعته علشان تشغله وترجع المصنع وتروح روز عشان تشغله. وبيجيلها الثعلب وبتقوله انها لقت الاشارة وهم قاعدين بيعدوا مجموعة من الوز. فبتعرف روز انهم بدأوا هجرتهم، فبتقرر روز انها تعلم برايت بيل الطيران وانه ازاي يتحكم في جناحاته. فيقول لها انها محتاج سرعة كبيرة علشان يعرف يطير، فبتساعد روز وبتجري بيه. وعلشان رجلها مكسورة فبتقع روز، فبتقرر انها تبني له مقلاع بالحجارة عشان يطير من عليه. والسنجاب لما يلاقيها طيبة يصنع لها بنفسه رجل بالخشب بدل اللي اتكسرت عندها. وبنشوف ان الحيوانات حابة روز، فبتساعد روز برايت بيل، ولكن في كل مرة بتفشل فيه. فيقول لها الثعلب ان الصقر هو اللي هيعرف يعلمه الطيران، وبتروح لروز وبتطلب مساعدته. وبيطير برايت بيل مع الصقر في السماء ويقول له ان جناحاته قصيرة. فبيقول له الصقر ان ده معناه انك هتعرف تطير اسرع وتراوج بشكل افضل. وبالفعل بيطير برايت بيل ويثبت نفسه زي الصقر بالظبط، والعيب اللي عنده اصبح ميز. فيجي لونج قائد الطيور المهاجرة ويقول لروز ان هو متابعها من فترة كبيرة، واللي هي عملته مع برايت بيل شيء عظيم. وقال لها لما برايت بيل يكون مستعد هياخده يهاجر معاه. ومن هنا بتعلمه روز انه يتحمل ويطير لمسافات طويلة من غير ما يتعب. وبتاخد روز وتوديها عند الوز اللي كانوا بيضحكوا عليه، فيرحب به القائد لونج ويعرف انه هيطير معاه. فبتحضن روز وتقول للونج انه يخلي باله من برايت بيل. ويقول برايت بيل لروز انها هتكون موجودة لما يرجع من الهجرة ولا لا. وبتقول له روز انها ترجع المصنع عشان تمت مهمتها وانه لازم يمشي. فبيودع برايت بيل لروز والثعلب، فيطلب منها انها تجري بيها علشان يطير اخر مرة معاه. وبالفعل تحط روز على كتفها علشان يطير. وبنشوف روز وهي حزينة لما طار، وبتعرف انها كده كمان اكملت مهمة الطيران وهي الاخيرة. بتجري بسرعة وراه لحد ما تطلع على جبل علشان تشوفه اخر مرة. ويشوفها القائد لونج ويطلب من برايت بيل انه يجي وراه، فينزلوا عند الجبل علشان روز تشوفه اخر مرة. فبترجع روز البيت اللي كانت بنياه هي وبرايت بيل وتشوف الصور اللي كانت رسمها له لحد ما كبر، وتمشي بعد ما رسمت له اخر صورة. وبيروح الثعلب علشان يبدأ بياته الشتوي علشان التلج والعواصف هو وبقية الحيوانات التانية اللي في الغابة. وبتروح روز وبتبعت الإشارة للمصنع عشان يلاقوه. وبنروح للطيور وهم في هجرتهم بتنزل عليهم العاصفة، فينزلوا في مكان علشان يرتاحوا. وبيطلع المكان هو مصنع الروبوتات اللي مصنع روز. بيشوف برايت بيل روبوت فيحسبه روز وبيفرح ويجري وينادي عليه. فبتشوف الروبوتات وبيطلعوا يجروا وراهم. في الطيور طارت، فبيعرف القائد لونج ان برايت بيل بيعرف يتعامل مع الروبوتات، فيطلب منه ان يكون مجموعة الطيور بسلام، وهو هيروح يعطل الروبوتات. فيطير برايت بيل ويستخدم كل الاساليب اللي اتعلمها من روز لحد ما يخرجهم، وللاسف يموت القائد لونج. وبنروح لروز وهي رايحة للثعلب وهو قاعد بيتدفى جنب النار من التلج، وبتقول له انها هتقعد معاهم تستنى برايت بيل لحد ما يرجع. فبيقول لها على الحيوانات انهم محتاجين مكان عشان يتحموا فيه من التلج والعواصف. فبتاخده روز وبيدلها على اماكن الحيوانات، وبتاخدهم روز وتوديهم في البيت اللي كانت عاملاه هي وبرايت بيل لحد ما جمعت كل الحيوانات لانهم كانوا على وشك انهم يموتوا، وهي انقذتهم. حتى الدب اللي كان بيطاردها انقذته. وبعد ما جمعت كل الحيوانات بتكون تعبت جدا، وبنلاقي كل الحيوانات عمالين
وقاعدين يضربوا وياكلوا في بعض. فيقول لهم الثعلب انهم هيقعدوا مع بعض بس لحد ما العاصفه تروح، وان روز كانوا مسمينها الوحش عملت كده عشان تساعدهم، فقرروا انهم يسمعوا كلامه ويبداوا انهم يتعاشوا مع بعض لحد ما الشتاء يخلص ويجي الربيع وتشوف روز طيور وهم راجعين. فيروح الثعلب يشوف برايت بيل، فيقول له برايت بيل انه بقى قائد الفريق وعرف انهم يرجعهم بفضل روز بعد مرور فصل الشتاء، وان القائد لونج للاسف مات. بتظهر سفينه نازله من السماء بينزل منها الروبوت من المصنع علشان ياخد روز ويرجعها بعد ما بعتت لهم الاشاره. فبتطلع روز مع السفينه لحد ما لحقها الثعلب وقال لها ان برايت بيل عايز يشوفها ويقول لها على حاجه. فبتاخد الثعلب وبتجري بسرعه فيشوفها الآلي، فتؤمر الروبوتات اللي كانوا معاها انهم يجيبوا روز بالقوه. وهي بتجري روز فتقابلها شجره فيجيلها الدب يساعدها، فيشوفهم الحيوانات وبيجروا معاها لحد ما تقابل الروبوتات اللي عايزين روز، فيأمرها انها ترجع معاهم، لكن الحيوانات يقولوا لها انها تفضل. ولما روز بتسمع كلام اصدقائها الروبوتات بيحاولوا يرجعوها بالقوه واشتبكوا مع بعض. بنشوف روز بتتعامل على طريقة الحيوانات اللي عاشت معاهم واتعلمت منهم أساليبهم في الهجوم والمراوغة. وبتكون فونترا اللي بتحكم الروبوتات مش مصدقة اللي هي شايفاه، لأن روز بدأت تتصرف خارج قيود البرمجة اللي اتصممت عليها وبقت بتاخد قراراتها بنفسها. فتقرر فونترا انها تدمر كل الروبوتات اللي بعدها، وتطلع فونترا روز السفينة وتحطها على جهاز وتمسح لها ذاكرتها. وبنشوف برايت بيل وهو بيجمع كل الطيور عشان يهجموا على السفينة وينقذوا أم روز، وبالفعل يقدروا يحاصروا السفينة ويوقفوها. وبيفتكر برايت بيل الصقر وهو بيعلمه ازاي يهاجم، وبينزل على السفينة بأقصى قوته وبيكسر الإزاز ويدخل السفينة وبيشوف أم روز وبيشغلها مرة تانية. فبتصحى روز وتقوله انهم مسحوا ذاكرتها بس هي محتفظة بكل حاجة في مكان مخفي جواها ومش هيقدروا يوصلوا له. وبنشوف الحيوانات بعد ما الغابة كلها ولعت والنار مسكت فيها بيروحوا للسنجاب اللي الثعلب كان بيسخر منه علشان يوقعوا الشجرة الكبيرة بتاعه ويغيروا مسار النهر علشان تطفي النار. وبيجي الصقر وبيغير مدفع السفينة اللي فيها روز وبرايت بيل ويقوم مفجر، وبتقدر روز وبرايت بيل انهم ينطوا منها قبل ما تنفجر. وهنا بنشوف الحيوانات هما بيوقعوا الشجرة وبيحولوا مسار النهر وبيطفي النار في الغابة كلها. فبتقول روز للحيوانات انهم يبنوا موطنهم من جديد وانها لازم ترجع للمصنع بتاعها علشان لو فضلت هيفضلوا يجولها كل شوية. فبيحزن الثعلب المكار، بس بنشوف ان الحيوانات كلها حبت. وبتيجي سفينة وبتاخد روز وبترجع لموطنها بعد ما اعادوا برمجة. وبنشوف روز برايت بيل اثناء هجرته وينزل لها علشان يشوفها رغم ان اتعمل لها اعادة برمجة، الا انها لسه بتكون فاكراها علشان كانت قايلاله انها محتفظة بكل حاجة في مكان مخفي جواه. وبيخلص فيلمنا النهارده. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش تعملوا لنا لايك وكومنت واستنونا في كل جديد. ويخلص فيلمنا على كده. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتبصوا على الملخصات اللي فاتت وتتابعوا الملخصات الجاية. اشوفكم في ملخص جديد قريبا. الى اللقاء.